مرحبا حبايباتي، واش راكم؟ شاء تكونوا كامل بخير والصحه تاعكم لاباس. وانتم تشوفوا الفيديو اليوم حبيباتي. اليوم جيتكم بالكاطو اللي داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. حاولت اني نبسط لكم بابسط طريقه، وفي نفس الوقت حاولت اني نسهلوا لكم المبتدئات ولا واحده شي تتعلم ولا عندها موهبه ولا كش حاجه. هذا الكاطو راح يهنيك ان شاء الله ويحمر لك وجهك. كما راكم تشوفوا راها الصوره توضح للروح. بسم الله حبيبات، نبداو بوصفتنا نتاع اليوم. كما راكم تشوفوا هنايا انا جبت باطا غوفرات نتاع بيمو، ماذا بكم تاع شيكولا ريحيته مليح. ومن بعد جبت 200 غرام تاع شوكولا دادا، ورايحه نديرها في المول تاعي. كما راكم تشوفوا انا درت في المول العادي بارك، ما رحتش شريت مول قالي. وهنا ثاني كنت جبته على واحده حبيبتي بارك، لانه كلش قالي، مش راح لازم توفروا كلش باه ديروا حاجه ترضيكم. هنا كما راكم تشوفوا المول تاعي راني ندير فيه في الشيكولا. حاولوا انكم تركزوا على الاطراف اكثر، لانها الطبقه التحتانيه راح تهبط لها اصلا الشيكولا. يا البنات هذا الكاطو اسهل منه ما كانش. راكم عارفين خدمته في نص ساعه، والله خدمته في نص ساعه، ما شدش مني كامل الوقت. وفي نفس الوقت بلا طياب عادي تخدميه في دقيقه 90 نورمال. برك واش المكونات اللي عندك وخلاص. كما راكم تشوفوا هذه الفايتي اللي خدمتها راح نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. درت الكميه منها، وزدت كميه اللي كنت شريتها. هنا درتها في الاولى لانها فيها حسيت فيها الكاكاو، درتها مع تاع الشيكولا. وهنا ضفت لها مغرفين كاوكاو. احسن ما تضيفي جوز ومكسرات وتولي حايره، ضيفي مغرفين كاوكاو وانتي فريسيها. كما راكم تشوفوا ضفت لها مغرف ونص قفرة من اللي رحيته نتاع بيمو، ومغرف كاكاو. يا البنات هذه الطبقه المقرمشه بنتها بنه، والله يا البنات بنتها تهبل. جربوها وان شاء الله تجربوها كامل وذوقوه. كما راكم تشوفون انا درت مغرف كبيره شيكولا تاختيني، وراح نضيف شيكولا نتاع الكلاصاج للخليط نتاعي. كما راكم تشوفوا حاولت اني نكثر كميه الشيكولا نتاع الكلاصاج اكثر من الشيكولا الطلاء. كما راكم تشوفوا هنا تقريبا درت مغرفين شيكولا. وحاولوا انكم ديروا حتى تطم معاكم الخليط. كما راكم تشوفوا موضح في كلش في الفيديو. هنا جبت مول يجي قد على المول تاعي بعد ما قصته. هنا عادي نيلو ولا سيرتو اي حاجه عندك. حاولوا انكم تبسطوا الامور باش تديروا وتتعلموا، مش كلش تبالغي فيه باش تتعلموا. يا البنات بسطوا الامور تتعلموا اي حاجه. كما راكم تشوفوا هنا السيرتو تاعي راني درت فيه الحشوه. حاول انك تعبصيه مليح بالمغرف وتركزي على الاجناب، ومن بعد تطبعي تخرجي المول تاعك. هنا ذقت معكم الطبقه المقرمشه. البنات بنتها تهبل. ان شاء الله كامل جربوها وذوقوها. كما راكم تشوفوا هنا هذا الخليط خرج لي 10. كما راكم تشوفوا البنات هنا تاع هذا الحلوى خرجت 18 حب. كما راكم تشوفوا حبيباتها كلش موضح في الفيديو. وهنا بعد ما درت 8 الاولين راني راح نخلي الجزء الاخر درته من بعد. كما راكم تشوفوا هنا انا خرجت الشيكولا تاعي بعد ما خليتها بردت في الفريجدان. راح نركز على الاطراف. البنات اكثر حاجه تركزوا عليها هي الاطراف. حبيباتي لو وصلتوا هذه المرحله من الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وجام وتعليق زينون كما نتوما. حبيبات ما تبخلوش عليا بالجام، راني ماني باخله عليكم بحتى حاجه، ونفيدكم بكامل الوصفات اللي عندي، وان شاء الله ينجحوا معكم ويعجبكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنا راح ندير الحشوه. هنا درت باطا غوفرات بيمون كما شفتوا في الاول رحيتها كامله،
وضفت لها شيكولا اتارتيني وضفت لها الكاوكاو. بسطت لكم يا البنات حتى الحشوه، لا غناش لا حتى حياه، هذه الحشوه وتجيك تهبل البنات. هنايا ضفت مغرفه صغيره كاكاو. حاولوا انكم تضيفوا شيكولا تارتيني حتى تتلم معاكم الحشوه. هنا بعد ما نطمت الحشوه، شوفوا يا البنات هذا تاع الشيكولا الاول درت له الحشوه هي الاولى، ومن بعد بديت من بعد درت جاني تعمرت لي الحبه. حاولوا انكم البنات ديروا قبل البراليني تاع البندق، ومن بعدها نديري الحشوه تاعك. كما راكم تشوفوا البنات هنا درت البراليني تاع البندق بعد ما درت الحشوه، وتجي البنات بنت وبنت وتهبل ان شاء الله كامل نجربوه وذوقوا البنان تاعو ولا اروع. كما راكم تشوفوا البنات انا درت هذا النوع الوحيد اللي فيه الشيكولا واللاصاج. هذا العيد ما كثرتش الكاطو، في نفس الوقت الكاطو اللي درتو كامل قضالي مش عارف كامل باش نقابل الناس نهار العيد. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا راني درت البراليني تاع البندق وضفت حبه بندق في الوسط. البنات حبه البندق اختياريه، اللي حابه تضيفها واللي ما عندهاش بلاش راه يجي ولا اروع. كما راكم تشوفوا حبيباتي انا سكرت الحشوه. اللي راح ديرو تبدا بالبراليني نديروه الاول ومن بعد تسكر بالحشوه، احسن من ندير هاك لان هاك انا تعمرت لي وولات لي الحبه حاله كبيره. هنا بعد ما حشيت الحبات تاعي مليح راح ندير الشيكولا في الاطراف وراح نسكرها ونلصق الحبه على الطبقه المقرمشه كما راه موضح في الفيديو حبيباتي. وحاولوا انكم ما تمسوش الشيكولا هذيك باش ما تجيكمش مضبه، تجي الحبه تاعكم تلمع وفي نفس الوقت نظيفه. كما راكم تشوفوا حبيبات كيفاه نلصق بهم. راني ندير الشيكولا على الطبقه المقرمشه ومن بعدها ندير لصق الحبه تاعي كما راكم تشوفوا هنايا. انا راح ندير الشكل الاخر. هنا درت الشيكولا ذوبتها في الميكرووند، كان طيبها لي مش ذوبها لي. هنا الشيكولا بيضاء درت 200 غرام وراح نضيف لها مغرف كبيره من الشيكولا بالحليب باش نتحصل على اللون اللي شفتوه في الاول. كما راكم تشوفوا هنا راني بعد ما درت مغرف تاع الشوكولا بالحليب راح نخلط الخليط مليح حتى نتحصل على هذا اللون كما راه موضح في الفيديو. نعاودو نفس الطريقه كما شفتوني درت في الاول
ونركزوا على الأطراف. كما راكم تشوفون راح ندير طبقة مقرمشة نتاع الشكل الثاني. هنا درت الفايتين ودرت كاوكاو، وراح ندير البراليني تاع البندق والشيكولا. هذه الشيكولا نفسها اللي درت بها درتها في ليمون. كما راكم تشوفوا حبيباتي الفايتين اللي درتها لكم في الوصفة تاعها في الفيديو هذيك كفاتني وكملت لي هذو 18 حبة كاملين. نجمع الخليط كامل وراح ندير نفس الطريقة اللي درتها في الأول. تحكمي أي طابع يجي مع المول تاعك، سارسو طابع أي حاجة وديري فيه الحشوة تاعك وتعبصي بالمغرف عادي. بعد ما درتهم كامل راح ندير في المجمد وراح نجيب المول تاعي وندير فيه الشيكولا وركزوا على على الاطراف. يا البنات اللي تركزوا عليه في المول هي الاطراف باش ما يعيكمش ويتكسر لكم بعد ما تحشيه وتكملي. كما راكم تشوفون راني جبت الكراميل تاع الكابريز. اي البنات هذه الكابريز بنتها ولا اروع، ديروها في اي كاطو تجي بنتو تهبل. كما راكم تشوفوا هنايا راح نبدا به هو الاول باش ما يصراليش نفس الخطا نتاع الطريقه الاولى. هنا ندرت قبل الكراميل ومن بعد راح ندير الحشوه تاعي. هنا نسكر بالحشوه تاعي كما راه موضح في الفيديو. هذه الحشوه تاع الباطا تاع القفريط كملت لي كامل الحبات ودارت لي حتى الكانط اللي زينت به من الفوق. كما راكم تشوفوا راني دايره حبات بجيه دارت لي كامل الحشو وكملت لي التزيين. هنا بعد ما درت الحشو راح نسكر الحبه تاعي بالشوكولا ونخليها تبرد. هنا بعد ما بردوا لي كامل راح نلصق الطبقه المقرمشه على الحبه تاعي. البنات تخدم في نص ساعه، والله خدمته في اخر لحظه وجاني ولا اروع. وثاني في نفس الوقت حاولت اني انبسط لكم فيه ونقص لكم المقادير المكلفه. ودرت لكم بشكلين، الشكل اللي يعجبك اختاريه وديريه انتي روحك.
كما راكم تشوفوا البنات هنا راه هذا الحلوى دات لي في الشيكولا دادا بالحليب دات لي 250، وفي الشيكولا البيضاء دات لي 230 غرام. هنا باش تولوا عارفين العبر قد كما راكم تشوفوا هنا درت هذوك الحبات تاع الكرز وزنتهم 3 غرام، ومن بعد غطستهم في العسل ونروح درتهم في هذاك السكر اللي كنت شريته للتزيين. اللي ما عندهاش التزيين هذا اللي راها تشوف فيه دير عادي نفس الكميه تاع كميه من الطبقه المقرمشه ديرها من الفوق وتزين بها عادي. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما رميتهم كامل في السكر هذا اللي شريته، راح ندير لهم اعواد تاع الكرز ونزين به الحلوى تاعي. سيرتو البنات اللي يشتو الشيكولا هذا الكاطو ما يخليش فيكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنا راح ندير شيكولا شويه من الشيكولا باش نلصق بها، وهنا الشكل النهائي. شوفوا البنات كيفاه خرج لي ولا 4 ويحمر لك وجهك ويهنيك نهار تولي عندك مهيبه ولا كاش حاجه، في نفس الوقت اقتصادي ماهوش مكلف لهذيك الدرجه. واللي حابه ديرها صابلي دير الطبقه تحتانيه صابلي، ما ديرش طبقه مقرمشه. كما راكم تشوفوا هذا الشكل الاول. الشكل الثاني هنا شكون درت، كنت جبت اللوز قسمت الحبه على 2 ودرته في عسل، ومن بعد زينت به الحلوى تاعي وضفت له الورق الذهبي في الاطراف. كما راكم تشوفوا حبيباتي هذه النتيجه وجاء ولا اروع. نتمنى تجربوه ويعجبكم. حبيباتي هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه وجام وتعليق زينون كما نتوما. في امان الله وحفظه، مع السلامه.